السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي، كيف دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن صحه ان شاء الله. اليوم غنخدموا بالعجين المورق. وراتني واحد البنت الله يسهل عليها، بنت خويا، ما كانش في بالي انا كيدير تبارك الله هذا الشيء كامل. كنت كنتعذب وكنت محان وكندير بزاف الجهد وبزاف الوقت كياخذ ليا العجين المورق الا بغيت نصايبوه في الدار. وملي جات عندي داك النهار قالت لي لا عمتي، قالت لي ما تبقيش تضربي تماره بحال هكا، كتضربي تماره بزاف. قالت لي يمكن لك داك العجين المورق اللي كيتباع يمكن لك تخدمي به اي حاجه بغيتي. جبتو جربتو صدق تبارك الله زوين، الله يسهل على في هذا النهار. قلت لها داك النهار نقصتي عليا، الله ينقص عليك الذنوب ان شاء الله، ملا كانوا عندك ما عندكش. نقصت عليا، ما نكذبش عليكم، بزاف الحاجات. ايوا اليوم بغيت نشارك معكم كما وراتني، بغيت نوريكم بالنسبه للمساكن العيالات اللي كيكونوا خدامين ولا اللي عندهم وليدات صغار ما كيساليوش، يعني ينفع لهم غير هذا. هانتوما هذا بالعجين المورق، شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي. المهم شاركت معكم اليوم غير جوج موديلات، وهذه هاد البليغه بيتزا بليغه حتى هي به. اليوم شاركت معكم غير جوج انواع بالعجين المورق، ان شاء الله غادي نشارك معكم اكثر. دابا ندوزو لطريقه مقادير الطريقه. ودابا نبداو على بركه الله. المقادير، طريقه التحضير. هنايا عندي العجين المورق اللي درت لكم عليه. عندي جوج هنايا، كل وحده غنستعمل الموديل النوع من الحشوه. وهنايا عندي فرماج احمر، هنايا عندي شويه زيتون مقطع باش نديرو لداخل، ووحده باش نسد الكحل. وهنايا عندي الطون. نبداو بسم الله. نحلو العجين ديالنا. هاد العجين دابا كيدير لينا 8 الوحيدات بيتزا ديال البليغه. شوف، كناخدو العجين ديالنا كنقطعوه طول على جوج بحال ما هكا، وكنقطعوه 8 المربعات. شوف كيفاش بحال ما هكا. وعندي الصلصه راني مازال ما جبدتهاش، نسيتها، سمحوا لي. هاد الصلصه هادي كنطيبها، كنطيب على ديال 3 ايام 4 ايام باش كنصايب بها بيتزا، باش كنخدم بها، ما كنخدم فيها بزاف. اللهم كنقول غنطيبها ونخليها، وقت اللي احتاجيت لها كنجبدها. يوميا كنحتاج لها. كنوزع الصلصه ديالي عليهم كاملين بحال هكا. استغفر الله العظيم واتوب اليه. طلع ما يدار بهذا العجين المورق، كاينين فيه موديلات واشكال بزاف وانواع. اليوم حيت عندهم هنا واحد العيد، محلين شكون كانوا حالين كلشي ساد، كلشي مطرق، كانوا حالين غادي نجيب العجين مدور ونجيب شكيلات اخرين ونشاركهم معكم، ولكن ان شاء الله مره اخرى، حيت صابوا عندي غير هاد جوج طوال ما عندنا ما نديرو. دابا كندير الطون
كل وحده معليش تخدم بيديا اسرع. انا كيبان ليا الفطور قرب كندوخ. خاصني نبدا نزرب من عقل. لا يلا صافي الله يكون لينا عوين حنا وكاع العيالات ديال الدنيا. كتجي زوينه، كتجي بيتزا ديال البليغات مولفه كنتعذب مع ما نكذبش عليكم، كندير لها مسمن واخا كتجي زوينه ورطبه وكلشي، ولكن مولفه شويه العاده. ولكن رمضان مع فيه خدمه بزاف ما يلاقش ليه العجينه يوميا. كاين هاد الطريقه هذه زوينه وعجباتني وخدمت ليا بزاف. الله يسهل على اللي وراوها ليا. قلنا علاش لا ما نتشاركوهاش معاكم. ندير الزيتون دابا. ندير شويه الفرماج حمر وغادي نسدها وغادي ندخلها الفران. ودابا غادي نشارك معكم كيفاش كنسدوها. نسيت الزيتون دخلت الكلاجة. كنشدو هاد القنيات من هنا كنديرو بحال هكا، كنديرو القنت الاخر بحال هكا وكنديرو زويتينه. هاي البليغه ديالنا واجده. 6 دقائق حتى 10 كاع صافي كتكون واجده ان شاء الله. وسمحوا لي حاجه اخرى ما قلتهاش لكم، ندهنهم بالبيض، بالصفر ديال البيض وشويه نسكافيه ونقيطه الحليب. والاولى درتها في الفران بليغات ديال البيتزا ديالنا، درتها في الفران. دابا غادي نبداو مع الثانيه، العجين الثاني، عجين المرق الثاني. هاد الخلطه هادي درت فيها فلفله حلوه ودرت فيها الدجاج قليتهم مزيان وزدت عليها واحد شويه زيت زيتون، شويه الملحه وشويه الخرقوم وكركم وشويه الثوم بودره هو والسودانيه مخلطين، كيبيعوهم مخلطين هنا. واحد شويه ديال التحميره وطيبتهم كما شفتوا، شويه القزبره ومعدنوس. ملي طابوا زدت عليهم هاد الشعريه الصينيه ديال السميد، وكنت فايت لي دايره في الماء طيب وقطعتها ودرت معاهم شويه الزيتون مقطع. دابا غندوزو للطريقه الثانيه ان شاء الله. نسرحوا العجين ديالنا نفس الطريقه اللي درت الاخرى، غنضربها على جوج طول بحال ما هكا. وهذه غنديرها كروات صغار من الاخرى حيت غندير وحده على وحده. شفتوها معايا كيفاش درت 3 قطع حيت غندير وحده على وحده. نقدر بلاتي نشوف الا جاتني بحال ما هكا نو. المهم غندير وحده على وحده غادي نشدها، غادي نشرطها بحال ما هكا باش كيجيوني في هذوك الخطيطات كيجيو زوينين. عطير الديكور بحال ما هكا شفتوا. غادي نعمر دابا الحيده بحال ما هكا. ما عرفتش واش مقابله الكاميرا قابله. نعمرها بحال هكا مزيان باش ما تجينا حتى شي بلاصه خاويه وتجي بنينه. وغادي ناخذ هذه اللي شرطنا وغنحطها عليها. شفتوها كيف تجي.
تتجي مذاق وشكل روعه. شفتوا الشكل ديالها كيفاش تيجي. دابا بقى ليا غير ندهنها بالبيض وندخلها حتى هي طيب. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. هاي البيتزا شتي كيفاش تتجي رطبه وزوينه مقرمشه، شتيها. وهادو الا خرجتهم شتوهم كيفاش تيجيو لا شكل ولا مذاق ولا كلشي، وينفعوك حتى مع الضياف بحال هكا بلا رمضان بلا حتى شي حاجه. الضياف اللي كيجيوك على غفله وما عندكش الوقت وداكشي ينفعوك معاهم بزاف، يعني حاجه زوينه بصراحه بزاف. هادو دابا 2 كيلات اللي شاركت معكم اليوم ان شاء الله. ملي غادي يحلو وغادي نتقدى داكشي اللي خاصني ونوريكم الاشكال والانواع ان شاء الله. وكنتمنى ما تنسونيش من التعاليق الزوينه ديالكم اللي عجبكم الفيديو بالطبع، وديروا اللايك، واللي ما مشاركش يشارك في القناه ديالي. وبسلام عليكم.